حصاد الأسبوع في إيجاز. تابعونا لمشاهدة آخر أخبار المشاهير والفنانين المغاربة. رباب ألباني تكشف حقيقة تعرضها للخيانة من قبل خطيبها بنشرها تدوينات بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام، أعلنت من خلالهم عن تعرضها للخيانة من طرف خطيبها. وفور نشرها للخبر، تعرضت المؤثرة لهجوم من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموها بالكذب والبحث عن البوز وإثارة الجدل. وثقت الممثلة المغربية فاطمة الزهراء قنبوع لحظة خضوعها للتجميل على مستوى الوجه عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام لتقنية الفيلر من أجل حصولها على شفاه ممتلئة وبشرة مشدودة. يستعد اليوتيوبر وضابط الشرطة المتقاعد عبد القادر الخراز لاقتحام مجال التمثيل من خلال الفيلم السينمائي الجديد أوتيستو. وكشفت بطلة هذا العمل لبنى أبيضار عن الأمر عبر صورة من كواليس الفيلم ظهرت فيها إلى جانب الخراز، كانت قد تقاسمتها مع متابعيها عبر حسابها بالإنستغرام. علقت قائلة: لبنى أبيضار في ضيافة رجال الحموش والخراز. وكشف رضا البوزيدي الشهير بولدة الشينوية عن خبر تبرئته من التهم التي وجهت له من قبل الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام. ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام يكشف من خلاله حصوله على البراءة ورفض شكاية الأخوات بطمة. وكتب: الحمد لله على مصداقية قانون بلادي، اليوم حكمت قضيتي مع دنيا وابتسام بالبراءة، رغم أن لي كل الحق في شكاية مضادة، لكن الظروف التي تمر منها المشتكية غندير عين ميكا ونقول الله يسامح. وظهرت ماريا ناديم في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام وهي مستلقية على سريرها وعلامات المرض بادية عليها. وقالت في الفيديو: ما ترونه على وجهي ليس حب الشباب ولا حساسية، إنه جدري الماء. وأضافت: لم أصب بجدري الماء في الطفولة، لكنني أصبت به الآن وأنا في الشهور الأخيرة من الحمل. الحمد لله على كل حال، لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.